في يوم من الأيام في عز الصيف نزل واحد من القاهرة اسمه شريف على بلد في الصعيد اسمها الدويمة. كان جاي يدور على واحد شاطر في تجارة المواشي. سمع عن واحد اسمه عبد التواب، راجل مشهور في البلد، الكل بيحلف بأمانته وسمعته الطيبة. شريف دخل عليه ابتسامة، قال له: أنا معي شوية فلوس وعايز أشغلهم عندك، والناس رشحوا لي اسمك. عبد التواب أتمايل عليه وقال له: الفلوس في الحلال عمرها ما بتروح، بس الشغل ده فيه صبر. فعلا شريف سلمه 100,000 جنيه، واتفقوا إنهم يشتروا مواشي يربوها ويبيعوها وقت السوق الكبير. بس اللي شريف ما كانش يعرفه إن عبد التواب عنده وش تاني خالص، وش نصاب وحرامي. كان متفق مع شوية بلطجية من البلد، وواحد فيهم ابن خاله اسمه صدام، وده ما يعرفش رحمة، والسلاح دايما في وسط ظهره. بعد أسبوعين شريف اختف. الناس قالت: يمكن رجع القاهرة. بس اللي حصل غير كده خالص. عبد التواب خد شريف بحجة إنه هيوديه يشوف المواشي بنفسه، وطلعوا على الجبل، وهناك صدام ضربه على دماغه بشومة، وعبد التواب كمل عليه بطعنة خنجر. دفنوه في حفرة، وسرقوا شنطته، وكان فيها أكثر من 50,000 كش وساعة ذهب. الأيام عد، وشريف ما رجعش بيته، مراته بلغت، والبوليس ابتدى يدور. ولي قلب الترابيزة. ولد صغير كان بيرعى الغنم، شاف الكلاب بتنبش في الجبل، ولما قرب شم ريحة موت. بلغ العمدة، والعمدة بلغ المباحث، والبوليس حفر ولقوا الجثة. التحقيق اشتغل، والناس أتكلمت، وصدام وقع في الغلط. كان لابس ساعة شريف في فرح، وتصورت وانتشرت، وكان ده أول خيط. عبد التواب تقبض عليه، واعترف بكل حاجة، وقال: الطمع جه على عقلي، كانت شايفه غريب ومش وراه حد، قلت آخذ كل حاجة،